آخر 5 سنين الدراما رجعت تهتم بصورة الأب ومحاولة تغيير صورته النمطية، وفي كل مرة يتعمل مسلسل عن دور الأب التقليدي وعلاقته بولاده وبناته يطلع ترند، كأن الناس وحشها الدور ده وبتتفرج عليه كأنه بطل خارق للعادة، مع إنه المفروض إن الأب ده يكون موجود في كل بيت أو على الأقل كان موجود في البيت. كتالوج، موضوع عائلي، الأب الروحي، أبو العروسة، حب البنات، يوميات ونيس، كلها مسلسلات وأفلام تناولت دور الأب دلوقتي وزمان. والسؤال اللي موجود عندي النهاردة، هل الدراما المصرية أو الأفلام خلتنا نحب أبونا أكتر ولا نخاف نكرر دوره؟ هل الفن المصري فعلا قدر يعلمنا شيء مختلف عن الأب؟ تعالوا كده نمشي على كام مسلسل وكام فيلم ونشوف صورة الأب في الشاشة المصرية من البيت للذاكرة. أول مسلسل أكيد كلنا ممكن نكون فاكرينه مسلسل أبو العروسة. سيد رجب جسد صورة الأب المعاصر البسيط المهتم بتفاصيل بنته، إزاي بيتعامل مع تجهيزات الجواز والمشاكل بين الأجيال، إزاي كان بيتعامل أحيانا بحزم وأحيانا بحنية. وأظن إنه سر نجاح المسلسل ده كان إنه الأب هو ده اللي موجود في كل بيت، الجمهور شاف فيه صورة أبوهم الحقيقي. في نموذج تاني للأب كان فؤاد المهندس في سك على بناتك، الأب الكوميدي. فؤاد المهندس كان أب عاوز يسيطر على بناته الثلاثة. المسرحية دي لخصت الصراع ما بين الحماية والحرية، الأب اللي عاوز يحمي بناته من المجتمع وفي نفس الوقت عاوز يديهم قدر من الحرية. مش بس كده، كمان رغبات الأب إنه يحقق أحلامه هو بإنه يتجوز. الأب ده والمسرحية دي غطت على الحقيقة الموجعة إنه الأب لازم يتعلم يسيب البنات ياخدوا قراراتهم بإيديهم، وده اللي اتقال في آخر سطر من الرواية. في فيلم كمان بيتكلم عن الأب الحر في بيتنا رجل، أستاذ حسين رياض، فنان حسين رياض، لما قرر يفتح بيته لعمر الشريف وكان عنده بنتين وولد، حسن يوسف، زبيدة ثروت، وأظن زهرة العلا. الثلاثة كانوا موجودين في البيت. الأب هنا كان طول الوقت عنده الصراع ما بين إنه يعلم ولاده معنى الحرية ويحمي ولاده وبناته من البوليس السياسي، وإنه كمان يبدأ يفتح بيته وحضنه لابن جديد بيشاركوا نفس القيمة. فالأب هنا ما كانش مجرد أب، لكن كان رمز للبيت والوطن. ومن هنا بنتعلم انه احيانا الابوة ممكن تتجاوز العيلة لتصبح حماية للحرية نفسها. فيلمي المفضل حب البنات، اللي بيتكلم عن الاب الغائب مصطفى ابو حجر. رغم ان محدش فينا شاف مصطفى ابو حجر ده الا انه كان محرك الاحداث طول الوقت. الاب اللي اثر في حق بناته وهم عايشين وساب لهم وصية عشان تجمعهم مع بعض تاني، وده بيأكد مرة ومرتين وثلاثة إن دور الأب ما بيخلصش بانتهاء حياته، حتى لو غايب جسديا فممكن يبقى حاضر بالوصية وقادر على أن يعيد صياغة التاريخ مرة أخرى. فالأب أثره ممتد حتى الوفاة. في كمان الأب المتهم في حضرة المتهم أبي. نور الشريف كان قايم بدور مدرس، ابنه كان بيحب واحدة من البنات وتعرض لاعتداء جسدي ما وراح عمل محضر، ومع انه اهل الناس اللي ضربوا الولد ده كان ليهم سلطة، تم اتهام الاب في قضية. اللي بيحصل بعد كده انه الاحداث بتبدأ تتصاعد ونشوف انه الاب ده بدأ يخطئ، وورانا انه الاب ممكن يغلط في التربية وممكن كمان يعجز عن حماية ابنه. فالمسلسل احتمال يكون بيوصل لنا رسائل ليها علاقه بتاعت انه الاب ينفع يغلط ويشيل تبعيات اخطائه. تتر المسلسل ده كتبه احمد فؤاد نجم وغناه مدحت صالح من ابدع ما كتب، وفي رساله قويه انه الاب ممكن يغلط ويتحاسب، وده ممكن يؤثر ازاي على الابناء. شفنا يمكن في الفترة الأخيرة مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، ترى عماد، ريهام عبد الغفور، الأب الأرمل اللي بيتعلم يربي أولاده من أول وجديد من خلال فيديوهات مراته على السوشيال ميديا.
والحقيقة ان المسلسل ده الجميل فيه انه بيورينا نموذج حقيقي لأب في العصر الرقمي بيحاول يتعرف على أبنائه لأول مرة بعد وفاة زوجته، وبيحاول يعيد صياغة علاقته مع الأولاد وكمان صياغة علاقته مع مراته. فبيقدم لنا صورة جديدة عن الأب اللي بيجرب وبيغلط وبيتعلم، وبيورينا الأب في أنماط مختلفة إن كان مع مرحلة الطفولة أو في مرحلة المراهقة. في عندنا الأب الحالم أو الأب المتصالح، وده ظهر في مسلسل موضوع عائلي. ماجد الكدواني كان أب ما يعرفش إنه عنده بنت، وظهرت له في الأربعينات، بدأ يتعرف عليها وبدأ يمارس أبوته بكل ارتباك وصدق وحنية في سن متأخر. الرسالة يمكن المختلفة اللي موجودة في المسلسل ده إنه قادر يقول لنا إن الأبوة ممكن تبدأ في أي وقت لأنها فطرة، وإنه مفيش عمر للأبوة. مجرد ما الأب بيبدأ يلاحظ هذا الشعور بينتشر في كل كيانه ويبدأ يطغى على تصرفاته. أخيراً ممكن نختم بحاجة دمها خفيف، مسرحية العيال كبرت، المسرحية اللي بتيجي تقريباً كل عيد. حسن مصطفى الأب اللي بيحاول يوازن ما بين التزامه العائلي إنه يحافظ على عيلته ويأمن ليها إرث بعد ما يسافر مع الست التانية اللي بيحبها، فكأنه الأب هنا بيحاول يوازن ما بين التزامه العائلي وميوله الشخصية. اخر حاجه ممكن نكلمكم عليها هو بابزي شو بودكاست اللي احنا بنقدمه لكم دلوقتي، البرنامج اللي بيحاول يوازن ما بين العلاقه بانفسنا وعلاقتنا باولادنا وعلاقتنا بابوتنا من خلال الخبره الشخصيه والخبره العلميه. الليله دي اتكلمنا في كتالوج طويل قوي عن الابوه في الدراما في المسرح وفي الافلام المصريه، لكن الكتالوج الحقيقي هو اللي جواك انت، صوره ابوك، صورتك مع نفسك، صوره ابنك. كل مشهد شفناه في الفن هو مجرد مراية بتعكس اللي جوانا. وسؤالنا الأخير دلوقتي، لو حياتك مسلسل أو فيلم هتختار أي أب من دول يلعب دورك كأب؟ جاوب على السؤال، ابعت الريل أو اكتب لنا كومنت، ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك، شير وسبسكرايب.